في فيديو النهاردة أنا جاي أكمل لك الميثولوجيا النوردية وأحكي لك كل الفصول بتاعتها. فمن غير كلام كتير خلينا نخش في أول فصل معانا واللي هو حرب الأيسير والفانير. ولقد عدنا بعد توقف طال لمدة شهرين تقريبا أو 3 شهور كمان على ما الفيديو ينزل، ورجعنا بالميثولوجيا الذي طال انتظارها بالجزء الثاني وهي الميثولوجيا النوردية. في خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان انا كملت السكريبت بتاع الجزء الثاني، والخبر الوحش ان احتمال يبقى الفيديو ده ليه جزء كمان، يعني يبقوا 3 اجزاء على بعض. تقول لي ليه؟ هقول لك عشان انا بعد ما خلصت كتابة السكريبت لقيت ان الفيديو لو اتعمل على مرة واحدة ممكن يعدي الساعة تقريبا. خلونا ما نطولش كتير في الكلام ونخش على طول في الفيديو. هنبدأ اول حاجة بحرب الايسير والفانير. طبعا هتلاقي الفيديو قدامك كده هنا في التايم لاين بتاعه متقسم شابترات لو انت عايز تتفرج على شابتر معين في القصة اللي انا حكيتهم. وان شاء الله ناوي بعد لما اخلص الجزئين الفاضلين دول اعمل فيديو مجمع كامل في الميثولوجيا كاملة وينزل مرة واحدة، عشان لو حد مش حابب قصة ان هو يستنى من الفيديو يستنى لحد الفيديو اللي بعد اللي جاي، هيبقى ال3 اجزاء مع بعض. تمام، خلينا نخش في القصة. قبل ما نخش في الحرب خلينا في الأول نخش في علم الأنساب. كلنا عارفين أصل الأيسير من جم منين، من بور وبوري اللي أنا كنت قايل لك عليهم في الفيديو اللي فات، وأودين وإخواته برضه. بس أصل الفانير بقى محدش يعرفه، محدش عارف هما جم إزاي ولا جم منين أو هما مين دول أصلا. وهنا بقى بنبدأ نتجه للنظريات. في حبة بيقولوا إن الفانير دول كانوا ثقافة دينية مختلفة عن الأيسير، بس كانوا موجودين معاهم في نفس المكان. حصل ما بينهم وما بين بعض معركة حقيقية وكل واحد فيها كان بيدافع عن معتقداته الدينية، وفي الآخر وصلوا لحاجة شبه معاهدة سلام كده ودمجوا المعتقدين دول مع بعض في قصة واحدة. خش بقى على الاختلاف ما بين الاتنين. الأيسير واللي كانوا بيعيشوا في أسجارد وكان الرئيس بتاعهم هو أودن كانوا بيحبوا الحروب جدا، وكانوا بيستخدموا الأسلحة والخطط في المعارك بتاعتهم. كانوا برضو بيقضوا معظم وقتهم في التدريب والمغامرات وتعلم فنون قتالية جديدة أكتر من الفانير بكتير. وحياتهم كلها كانت مكرسة في حب المعارك والحروب وكده، لحد لحظة معينة، لحظة تحصل لأودن وتخليه يعرف أهمية الحكمة والمعرفة ويبدأ يدور عليهم لطول حياته. اودن راح لميمير واللي كنت قلتلكوا عليه برضه في الجزء اللي فات وسأله انت ازاي وصلت للحكمة والمعرفة دي كلها. ميمير ما لعبش دي كتير وما روغوش في الكلام وقال له الإجابة على طول. قال له شربت من بير في جذور شجرة العوالم التسعة. اودن قال له انا عايز اشرب من البير ده عشان اوصل للحكمة والمعرفة دي. ميمير رد عليه وقال له مش بالسهل كده صح، قال له انت لازم في المقابل تضحي بحاجة. فاودن استغرب وقال له اضحي بايه؟ ميمير رد عليه وقال له تضحي بعينك. من غير تردد اودن راح جاي خالع عينه وراح جاي رميها جوه البير، وميمير كان قد كلامه وراح جاي جايب القرن بتاعه وملاه ميه من ميه البير وعطاها لاودن عشان يشربها. اول لما اودن شرب حس ان هو فعلا بقى عنده المعرفة والحكمة اللي هو كان عايزها. نروح بقى للفانير واللي تقريبا عندهم نفس الشكل الجسدي للأيسير، بس دول بقى بيعيشوا في عالم فانهايم وكانوا قافلين على نفسهم قوي وما كانوش برضو بيختلطوا ببقية العوالم ولا اليوم في المغامرات شبه الأيسير. كانت اهتماماتهم المعرفة والسحر، وكانوا بيدرسوا السحر أو بيمارسوا السحر بجميع أنواعه، وكانوا يقدروا يعملوا جرعات سحرية بقدرات مختلفة، وكانوا برضو يقدروا يكلموا الميتين. وده اللي خلى الأشخاص اللي مش بيقدروا يستحملوا السحر شبه الأيسير يكونوا خايفين منهم وبيكرهوهم. كده انت المفروض عرفت مين هما الأيسير ومين هما الفانير. خلينا بقى دلوقتي نخش على قصة الحرب ذات نفسها. تبدأ القصة مع واحدة من الفانير اسمها جولفيك، وجولفيك دي كانت من ممارسين سحر السيدار. تقول لي ايه هو السحر ده؟ هقول لك ان السحر ده هو سحر قوي جدا وتقدر من خلاله انك تشوف المستقبل وكمان تعيد تشكيله من اول وجديد. المهم ان جولفيك كانت بتلف العالم وبتقدم خدماتها عن طريق السحر بتاعها، وده طبعا ما كانش ببلاش، لحد لما وصلت في النهاية لأسجارد عالم آلهة الأيسير، وابتدت تمارس السحر بتاعها ده على الناس اللي هناك.
وبرضه ابتدى اسمها وشهرتها تتعرف اكتر في اسجارد، والناس ابتدوا يجولها من جميع انحاء اسجارد عشان يعرفوا مستقبلهم ويغيروا فيه. بس في لحظة معينة يبدأوا يحسوا الايسير ان في خطر جاي من ناحية جولفيك، وبرضه ان في قلق من قوتها الكبيرة، والقلق ده مع الوقت تتحول لخوف، خوف ان جولفيك تستخدم قوتها دي ضد الايسير. فعلى طول عملوا حاجة شبه اجتماع كده وبدأوا يناقشوا فيه حوار جولفيك، وقرروا ان جولفيك ما ينفعش تعيش في اسجارد او تعيش تاني عموما. فعلا بدأوا يعذبوها ويحاولوا يقتلوها بكل الأسلحة اللي عندهم، بس للمفاجأة ما كانش فيه ولا سلاح قادر انه يأثر فيها. قعدوا يفكروا حبة وجت في دماغهم فكرة انهم يحرقوها، وفعلا بيحرقوها، بس كل مرة كانت بتتحول لرماد كانت بترجع لهم تاني من الرماد. في الأول افتكروا ان ده حظ فبيجربوا يحرقوها تاني 3 مرات، وبرضه في 3 مرات بترجع تاني من رمادها. مين بقى سمع الكلام ده؟ الفانير. وبسبب الكلام ده الكره اللي ما بين الايسير والفانير بدأ يزيد اكتر. ومن الناحية التانية بعد اللي الايسير شافوه من جولفيج بدأوا يكرهوا ويخافوا اكتر من الفانير وقوتهم الغريبة دي، وابتدى الموضوع يتحول لشوية خناقات خفيفة ما بين الطرفين لحد ما وصلت لمعركة كبيرة اعلنها الفانير على الايسير. الحرب دي بدأت في مكان اسمه ثغرث، وبرضه نفس المكان ده هو اللي هتحصل فيه بعد كده راجناروك. بداية الحرب دي كانت من ناحية أودن اللي وقف في نص ساحة المعركة ورمى الرمح بتاعه ناحية الفانير، وده في الميثولوجيا النوردية معناه حالة إعلان الحرب. حرب الأيسير والفانير بدأت من هنا. الحرب اللي كان بيحارب فيها الأيسير بقواعد الحروب المعروفة عندهم واللي هي الأسلحة والقوة الغاشمة، إنما الفانيل كانوا بيحاربوا بأسلوب تاني مختلف خالص، كانوا بيحاربوا بالسحر والجرعات السحرية. استمرت الحرب دي لفترة طويلة جدا، وكل جنب من الجنبين بيبقى ليه اليد العليا لفترة معينة من الوقت، لحد لما يعدي وقت كبير ويبدأ الطرفين يحسوا بالملل، فيقرروا انهم يعملوا حاجة شبه معاهدة السلام كده او هدنة. وعلشان المعاهدة دي تتم كان لازم يبقى فيه رهاين من الطرفين، شوية رهاين من الفانير عند الايسير وشوية من الايسير عند الفانير. هتقولي ليه؟ هقولك عشان محدش فيهم يفكر انه يضايق التاني. فاستقروا في الاخر انهم هياخدوا نيورد وعياله فريا وفري من الفانير، ودول اللي هيتاخدوا علشان يروحوا يعيشوا في اسجارد اللي هي بلد الايسير، وميمير وهوينير هيتاخدوا يعيشوا في فانهايم عند الفانير. الفانير كانوا شايفين ان هوينير شخص حكيم جدا، ولما بيحتاجوه في مشورة بيقول لهم الحل الصح على طول. بس كان في تركاية صغيرة هنا. تقول لي ايه هي التركاية؟ هقولك ان الكلام ده بيحصل لما يبقى جنب ميمير بس، ولما ميمير ما يبقاش معاه بيتحول لشخص شبه ملوش لازمة وملوش إجابة محددة. هنا الفانير حسوا إنهم اتضحك عليهم، وإن الأيسير عطوهم أشخاص أغبياء ومش حكيمين خالص. فالفانير يعملوا إيه بقى؟ يقطعوا راس ميمير ويبعتوها لأسجارد. اودن اول لما يشوف راس ميمير بيبدأ يقول عليها شوية تعويذ وقصايد عشان تفضل الراس دي صاحية للأبد. وقدر اودن يخلي ميمير يتكلم، ميمير ما كانش بيتكلم من قبل كده. بعدها ميمير بقى عبارة عن راس بس، راس حكيمة بتدي اودن نصايح وقت لما يكون عايز. المهم متوقع ايه بعد حادثة ميمير؟ ان الحرب هتقوم تاني؟ للأسف ده ما حصلش. الطرفين اصلا كانوا زهقوا خلاص بالحرب عشان فضلت فترة طويلة قوي، فبدل الحرب بيقرروا انهم يجتمعوا مع بعض. وانا بتأسف لكم دلوقتي من القرف اللي هيتقال، بس الميثولوجيا دي فيها حاجات كتير قوي مقرفة حبتين كده. بيقرروا كلهم يتفوا في وعاء كبير ويخلقوا الكافاسير. مين بقى هو الكافاسير ده؟ هو أحكم الكائنات في الميثولوجيا النوردية كلها، كان عنده إجابة لأي سؤال مهما كان إيه، حاجة كده شبه شات جي بي تي دلوقتي. كافازير كان بيلف العالم كله عشان يساعد الناس بحكمته. المهم إن هنا الحرب ما بين الأيسير والفانير تبقى خلصت
ويعيش القبيلتين دول او المعتقدين دول في سلام تام. كده نبقى خلصنا اول فصل معانا واللي هو كان حرب الاسير والفانير، ونخش على الفصل اللي بعده وهو ولاد لوكي. وبقول لكم من دلوقتي الفصل ده طويل حبتين. تعال بقى اكلمك عن اطفال لوكي، بس الاول خليني اقول لك ايه هي اسباب شهرة لوكي اصلا في الميثولوجيا النوردية. فالحقيقة هو مش سبب واحد، هما 3 اسباب. 1 راجناروك، 2 موت بالدر، 3 أطفاله. وأطفال لوكي تحديدا ليهم دور كبير قوي في الميثولوجيا. لوكي عموما عنده 6 أطفال، 2 منهم مش مشهورين قوي، 1 مشهور بس شبه ملوش دور، والتلاتة اللي فاضلين هم اسمائهم مهمة جدا. تقولي مين التلاتة دول؟ هقولك. اول واحد وهو جورمانجاندر او يورمانجاندر، والتاني فنرير، والتالتة هي هيل، واللي برضو كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، واللي تكون حاكمة هيلهايم. القصة بتبدأ من لما لوكي كان عنده 3 أطفال، 2 من مراته سيجن، وواحد كان لوكي هو أمه. المهم إن لوكي علاقته مع سيجن ما كانتش أحسن حاجة، وكان ابتدى يلعب بديله كده حبة لحد لما انتهى بيه الأمر مع اليوتن أو العملاقة أنجربودا. وكان لوكي بيسافر لها كل فترة ليوتنهايم لحد لما خلف منها ال3 الباقيين. أنجربودا ما كانتش تختلف كتير قوي عن لوكي، كانت برضو مؤذية وبتاعت مشاكل. ما بالك بقى لما 2 مؤذيين وبتوع مشاكل يخلفوا 3 عيال؟ تخيل بقى العيال دول أصلا هيبقوا عاملين ازاي. أكبر واحد فيهم كان الذئب فنرير، وبعد كده جورمانجاندر، وفي الآخر كانت هيل تحديدا كنت تقدر تميزها ما بين 1000 واحدة، عشان الجزء الأعلى من جسمها كان طبيعي، إنما الجزء السفلي كان بيتحلل، وعلى طول تعبيرات وشها كانت كئيبة. اودين كان بيجيله أحلام عن دمار كبير هيحصل في أسجارد، واللي هيسببوا في الدمار ده هم 3 أشخاص. بس الأحلام دي كان بتيجي لأودن قبل ما 3 أطفال لوكي يتولدوا. بعد كده وصل لأودن خبر إن لوكي خلف 3 أطفال. هنا ابتدى الخوف يسيطر على أودن وعلى الأيسير كلهم. هم أصلا ما كانوش متحملين لوكي لوحده، فبالك في منه 3 نسخ، و3 من أنجربودا اللي شبهها شبه لوكي. واللي خلى الأيسير يخافوا أكتر هي الأحلام اللي كانت بتيجي لأودن عن الدمار اللي هيحصل في غاسجارد، وإن الدمار كان هيحصل بسبب 3 أشخاص. الأيسير بيقرروا إنهم يروحوا للنورنس ال3، ولو مش فاكر مين هما النورنس فارجع شوف الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عليهم في جزء من الحلقة، وهتلاقي اللينك الحلقة تحت عندك في الديسكريبشن، او برضه هطلع لك في الاي اللي هنا او الاي اللي هنا. واحب افكرك لو لسه ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك، ولو ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، واعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك هيظهروا لك يميني وشمالي كده. بس خلينا نكمل. راحوا لأيسير ليهم عشان يسألوهم ايه اللي ممكن يحصل، فيور واللي هي الماضي ترد عليهم وتقول لهم أمهم شريرة، وفرداندي اللي هي الحاضر تقول لهم بس أبوهم أسوأ من أمهم، وسكولد المستقبل تقول لهم ما تتوقعوش منهم غير الأسوأ، توقعوا منهم الأذى والخطر والموت. هنا الأيسير عرفوا إن الموضوع ده خطر، وانهم برضو لازم يشوفوا حل مع ال3 اطفال دول. استقروا في الاخر انهم لازم يأسروا الاطفال دي، وبناء على طلب من اودن بتروح مجموعة من الايسير عشان يأسروهم فعلا. وفعلا بيروحوا على بيت أنجربودا وبيقيدوها، ويبدأوا ان هم يخطفوا الاطفال دي ويروحوا بيهم لأسجارد. والامر هنا بقى تحت ايد اودن، هو اللي يشوف بقى هيعمل معاهم ايه. اودن كان عارف هيعمل ايه في جورمانجاندر، اخده ورماه في المحيط اللي حوالين ميدجارد او الارض، واللي هو العالم اللي كان بيعيش فيه البشر. وهناك عاش جورمانجاندر وبدأ يكبر ويطول ويكبر ويطول لحد لما بقى محاوط ميدجارد كلها. اودن برضو كان عارف هو عايز يعمل ايه مع هيل من اول ما شافها. قال لها انت مكانك مش هنا، انت مكانك مع الاموات. خدها هو وداها في مكان مظلم في نيفلهايم، عالم تحت كل العوالم، وقال لها ان ده خلاص بقى مكانك. اول لما وصلت اودن بعت لها مرسول، والمرسول ده قال لها ده مكانك وهتقعدي هنا تحتني بالاموات اللي ماتوا من المرض والشيخوخة. اول لما هي وصلت المكان ما كانتش متضايقة، بل بالعكس علنت نفسها ملكة هناك
وبقى الجزء ده من المنطقة اسمه هيلهايم، وبدأت هيل تبني أسوار ضخمة تحاوط العالم بتاعها، وبنت برضو لنفسها قاعة ضخمة وسمتها الجوتنير أو اليوتنير، وبقت هي دي موطن الأموات، وخلت عندها 2 خدم، واحد اسمه جانجلادي أو جانجلادي والتاني اسمه جانجلو أو جانجلو. الاتنين دول كانت حركتهم بطيئة جدا، ومن كتر ما حركتهم بطيئة انت فعلا بتحس انهم مش بيتحركوا خالص. اطباق الاكل بتاعت هيل كان اسمها الجوع، والسكينة بتاعتها كان اسمها المجاعة، ومكان نومها كان اسمه المرض. واستقرت هيل في هيلهايم. بالنسبة للأخ الكبير سنا فنرير، الأيسير ما كانوش عارفين هيعملوا معاه ايه، وخصوصا ان شكله وهو صغير ما كانش يفرق كتير عن شكل أي ذئب. فنرير وقتها كان مجرد ذئب صغير مش بيشكل أي خطر للأيسير، فقرروا انهم يسيبوه معاهم في أسجارد يعيش في وسط الحقول الخضراء. بس برضه كان في خوف من فنرير من ناحية الأيسير، عشان برضه هو طفل من أطفال لوكي. كان في شخص واحد بس هو اللي مش خايف من فنرير، لا ده بالعكس، الشخص ده كمان كان بيجيب له أكل وبيلعب معاه. الشخص ده كان هو ثور. المهم ان مع مرور الايام فنرير بدأ يكبر اكبر واكبر، وبقى حجمه اكبر من الذئاب العادية بالاف المرات. بس برضه حجمه الكبير ده مخلاش الايسير يغيروا رأيهم وخلوه قاعد معاهم، لحد لما بتجيلهم تحذيرات من النورنز، وبيقولوا في التحذيرات دي ان الذئب ده هو اللي هيتسبب في موت اودن. اللحظة دي بس الايسير شافوا فيها ان فنرير بقى خطر، فقرروا انهم يحبسوه، وبدأوا يعملوا سلاسل قوية جدا عشان يربطوه بيها، وعملوا 3 سلاسل. اول سلسلة اللي كان اسمها ليدنج، والتانية درومي، والتالتة جليبنير. المشكلة عندهم دلوقتي ان هم ازاي هيقيدوا فنرير، فجات لهم فكرة انهم يروحوا لحد فنرير. هل انت قوي كفاية انك تقدر تفك السلاسل دي من عليك؟ هنا ما تاخدوش بالكم من اللي بيحصل هنا ده. تعال، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه مالك؟ تقعد معايا. فنرير بيقول لهم ان هي شكلها قوية بس انا اقوى منها. الايسير ما صدقوا سمعوا الكلام ده، وراحوا واخدين السلسلة دي ولفينها حوالين جسم فنرير، وكانوا فاكرين خلاص ان هما كده قدروا يقبضوا عليه. لكن اتفاجئوا لما لقوا ان فنرير مجرد ما نشف عضلاته السلسلة دي اتكسرت. في اللحظة دي الأيسير بدأوا يخافوا، بس ما ضيعوش وقت كتير وبدأوا إن هم يعملوا السلسلة التانية واللي هي درومي، وكانت أقوى من ليدنج بضعفين. راحوا بيها عند فنرير وقالوا له بقى المرة دي لو قدرت تكسر السلسلة دي اسمك هيكون معروف في كل العوالم التسعة، وقوتك هيتكلم عليها العالم كله. بدأ فنرير يبص على السلسلة وقال لهم دي شكلها أقوى من اللي فاتت، بس أنا برضه أقدر أكسرها. بدأوا الأيسير يلفوا السلاسل حوالين فنرير، وبرضه حصل زي اللي حصل مع السلسلة اللي فاتت، وفنرير قدر يكسرها. هنا الأيسير بدأوا يخافوا أكتر، وبدأ يقتنعوا إن من تقريبا مفيش طريقة يقدروا بيها يقيدوا فنرير. هنا بيتدخل أودن ويقول لهم إن لو في حد في العوالم التسعة كلها يقدر يعمل حاجة نقيد بيها فنرير فهما الأقزام. بعت أودن رسول فري واللي كان اسمه سكرنير لسفارتلهايم أو عالم الأقزام، وهناك قابل نار وناين ونايبنج ودام وبيفور أو بافور وبيمبو أو بومبو ومئات من الأقزام. دخل سكرنير وقال لهم لو قدرتوا تعملوا لي قيود ما تتكسرش خالص هديكم ذهب أو أي حاجة انتوا تطلبوها. وبالفعل بدأ الأقزام يشتغلوا لحد لما عملوا قيد كده ناعم وشبه الحرير، وده اللي سموه جليبنير. وعطوا سكرنير القيد ده وأخده ورجع بيه على أسجارد. أول لما أودن شافه سأل سكرنير هو القيد ده مصنوع من إيه؟ رد سكرنير وقال له الأقزام صنعوه من 6 حاجات، وهما صوت القط لما بيتحرك، لحية الامرأة، جذور الجبل، وأعصاب اللببة، ونفس السمك، وفضلات الطيور. هنا الأيسير استغربوا وبدأوا يشكوا، وبصراحة طبيعي أي حد يشك بعد المكونات اللي اتقالت دي. رد لهم سكرنير وقال لهم أنا كنت شاكك زيكم، بس الأقزام عندهم مكر شديد جدا. هو ليه القطة ما بتعملش صوت لما بتتحرك؟
وليه المرأة ما عندهاش لحية. برضه ما نقدرش نقول ان الجبل ملوش جذور. كل الكلام ده احنا ما نقدرش نثبته. ومن الاخر الاقزام قالت ان دي المكونات عشان محدش يراجع وراه. اخدوا العصير القيود دي وراحوا بيه عند فنرير، وروه القيد ده وقالوا له انه اقوى بكتير من الاتنين اللي فاتوا، بس برضه عشان يضمنوا ان هو ما يقولهمش لا قالوا له بس انت برضه يا فنرير اقوى وهتكسره برضه. بدأ فنرير يبص على القيد ويقول لهم ده رفيع جدا عكس الباقيين، وانا لو كسرته مش هستفاد حاجه، بس برضه ممكن يبقى داخل في صناعته سحر، فخليه لكم احسن. واحد من العصير رد عليه وقال له لو انت ما قدرتش تفكه احنا هنفكه لك. فنرير بدأ يلف حوالين العصير يقول لهم انا مش عايز اتربط بالسلاسل دي، وفي نفس الوقت مش عايز يتقال عليا اني جبان. انا هخليكم تلفوه عليا بس قصاد ان واحد منكم هيحط ايده جوه بقي كعلامة منكم انكم مش هتخضعوا. العصير فضلوا يبصوا لبعض كتير وكلهم خايفين ان هما يعملوا الشرط اللي فنرير بيقول عليه، لحد لما واحد بيرفع ايده، والشخص ده كان اسمه تير. بيرفع تير دراعه اليمين ويحطه جوه بق فنرير، وفي اللحظة دي بدأ العصير انهم يلفوا سلسلة حوالين فنرير، وبدأ فنرير انه يحاول يكسرها، بس كل مرة كان بيحاول السلاسل بتضيق اكتر عليه. بدأ العصير من الناحية التانية يضحكوا ويفرحوا علشان حسوا انهم فعلا خلاص قدروا يربطوا فنرير. لما حس فنرير انه اتضحك عليه راح قاطم دراع تير، وبدأ تير يصرخ من الوجع الجامد. لكن على الناحية التانية العصير كانوا لسه في حالة الفرح اللي كانوا فيها عشان قدروا يقيدوا فنرير، وفضل فنرير واخواته في عقابهم لحد أحداث راجناروك. طب ايه اللي حصل لبقية عيال لوكي التلاتة، فالي ونارفي وسليبنير؟ خلونا الأول نبدأ بعيال سيجن اللي هم فالي ونارفي. الحقيقة إن نهايتهم مأساوية جدا، بس قبل ما نتكلم فيها لازم الأول أحكي لكم قصة موت بالدر. بس هنا نبقى وصلنا لنهاية الجزء الثاني من الميثولوجيا النوردية. لو عجبتك القصة متنساش تعمل لي لايك وتعمل شير لاصحابك ويعمل لي كومنت تطرح فيه عليا افكار جديدة اعملها، ولينك السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكريبشن وهيظهر لك على الشاشة دلوقتي. واستنى الجزء الجاي الاسبوع الجاي او اللي بعده. بس كده، سلام.